السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفتين من البطاطس حلوين جدا وهيعجبوا كل افراد الاسرة ان شاء الله. اول واحدة هنجيب حبيتين كبار من البطاطس زي ما انت شايفة كده، وهنقشرهم ونبدأ نبشرهم بالمبشرة بتاعتنا. بعد ما بخلص الكمية كلها بغسلها بالمية علشان انزل النشا بتاع البطاطس، واعصرها كويس قوي بايديا واحطها في المصفى علشان كمان تتصفى خالص من المية. الوصفة هتعجبك، بس ما تنسيش تنزلي تشتركي في القناة وتحطي لايك وتدعمي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفة كده بعصرها تماما، بتأكد خالص انها خالية من المية خالص. هبدأ بقى احط ربع معلقة من الملح ومعلقتين كبار من النشا. هقلب الخليط ده كله مع بعضه واقلب البطاطس حلوة خالص مع النشا، وابدأ اكورها واقليها. ما بتفكش في الزيت، ما تقلقيش، هيطلع معاكي شكل حلو وهيعجب ولادك قوي. كل الكمية بقى هبدأ اكورها بالشكل دوت واقليها، وعلى طول اطلعها في طبق على منشفة، وبعدين انقلها في طبق التقديم. الوصفة شكلها حلو وهتعجب الولاد لو هتقدميها مع فراخ او مع بانيه. حلو خالص. انت عارفة الولاد اول حاجة بيبصوا عليها في الاكل البطاطس، سواء كانت شيبسي او حتى محمرة عادية، بيدوروا عليها اول حاجة في الاكل. بس خلاص، وبتطلع بالشكل الجميل دوت، بتقدميها للولاد وبالهنا والشفا. ندخل بقى على الوصفة التانية. هتجيبي ربع كيلو او نص كيلو من البطاطس الصغيرة وهتسلقيها، وبعدين تبدأي تهرسيها زي ما انت شايفة كده، وهننزل عليها بالتوابل بتاعتنا: ملح، كمون، انت عارفة البطاطس المسلوقة بتحب الكمون، معلقة كبيرة من الكمون. هحط كاري وبابريكا بيدوها طعم حلو قوي، وكمان شوية كزبرة ناشفة وسنة شطة لو انت بتحبيها سبايسي. عندك كزبرة خضرة حلوة قوي، هتحط فيها برضو كزبرة خضرة، ياريت بيكون الورق اللي تحت مش العيدان. وهتبدأي تحطي عليها المعلقتين الكبار من النشا وتعجنيها حلو قوي قوي في بعض، وبعدين تبدأي بكيس حلواني تشكليها بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو هتشكليها على ورقة زبدة ماشي، لو مش عندك ورقة زبدة برضو مفيش حاجة هتعطلنا. زي ما انتوا عارفين هندهن صينية بمادة دهنية، وهبدأ اقطعهم عليها بالشكل دوت واحطها في الفريزر ساعة ساعتين، وبعدين اطلعها على الآلية على طول، مش هتاخد وقت، وهتطلع شكل وطعم في منتهى الجمال. بتشوفيها في المحلات وبتبقي مش عارفة هو عمل البطاطس بالشكل ده ازاي. جبنا لك المحل لحد البيت يا ست الكل، ولا تتعبي نفسك. وبس كده، هي دي وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات علشان باذن الله يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.